السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. قبل اي كلام نصلي على حبيبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. النهارده اسفة جدا بجد على التأخير، وان شاء الله باذن الله يكون في فيديوهات كتيرة جدا وجديدة جدا مع شعب الجزائر العريق اللي احنا كلنا بنحبه وبنعزه من قلوبنا. وهنا طبعا عايزاكم طبعا تكبروا لي قناتي بلايكات واشتراكات في القناه وكومنتات جميله من اللي بترفع طبعا من روحنا المعنويه ان احنا نستمر في هذه الفيديوهات العريقه. نفسي طبعا ان قناتي تكبر بيكم وليكم عشان دايما يبقى فيها كل جديد. النهارده بقى لينا فيديو جميل جدا وبيبين مدى عراقه الشعب العظيم اللي احنا بنحبه فعلا من قلوبنا. النهارده استعراض مهيب جدا للجيش الجزائري، والاستعراض دوت يعني بيوضح مدى قد ايه ان العرب اقوياء، وان شاء الله باذن الله هنكون سند لبعض، وربنا يا رب يعدي كل بلد عربيه من المحنه اللي هي فيها ان شاء الله باذن الله، وندعي مع بعضنا ان ربنا ينصر غزه ولبنان والبلاد كلها المحتله، ان ربنا ينصرهم يا رب اللهم امين، ويوحد العرب ويوحد صفوفنا اللهم امين. هنا بقى هنبدا مع بعض الفيديو وهنشوف الاستعراض الجميل دوت اللي بجد بيزلزل قلوب الاعداء، وان شاء الله باذن الله احنا مسنودين ببعض باذن واحد احد. يلا نشاهد مع بعض الفيديو. هم قوة الحسم، فخر الجزائر في كل الأوقات. حناجرهم تزلزل الأرض، حماسهم يعكس الهيبة والإقدام. إنهم أفراد القوات الخاصة، كلهم قوة واستعداد. هم للشجاعة والإصرار عنوان، حرابهم بقلوبهم الثائرة التي لا تهاب الموت من أجل الجزائر، من أجل استقرار وأمن الجزائر. ما شاء الله. بجد الاستعراض ده بيفكرني بالاستعراض الجيش المصري، وطبعا بحس ان البلدين قريبين قوي قوي من بعض حتى في الاستعراضات بتاعه الجيش، طبعا زي بعضهم. ونفسي بجد ان احنا نتحد ان شاء الله باذن الله ونبقى اقوى دول عربيه على وجه الارض ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يتقبل دعائنا جميعا وينصرنا على الاعداء، اعداء الدين طبعا، وان شاء الله يحفظنا جميعا من كل شر. هنكمل بقى طبعا مع بعض الفيديو. معلش انا بلغي كتير لانكم بجد وحشتوني، وان شاء الله باذن الله عشان نبعد عن بعض تاني ان شاء الله. يمر امامكم الان ايها الحضور مربع رماة البحر من المدرسة التطبيقية لجند البحرية الشهيد علي بن نور. رجال متأهبون لكل تحدي،
يجسدون مهارة قتالية متقدمة وشجاعة لا تعرف التراجع، يمثلون صلابة القوات البحرية الجزائرية وعزمها في الدفاع عن الوطن. إنهم رجال الفوج الخاص لقيادة الحرس الجمهوري، اختاروا عن إيمان راسخ وعزيمة مهام التدخل والحماية، حماية المناطق السيادية والمقرات الرئاسية. يتدربون اليوم كما سيقاتلون غدا، يقاتلون غدا كما تدربوا اليوم، جاهزون في كل الظروف، يحملون في قلوبهم كل معاني التضحية والوفاء من جيل نوفمبر الأغر. بالخطوة السريعة في حلة استعراضية، كلهم عزم وإيمان على قلب رجل واحد. إنهم رجال المفرزة الخاصة للدرك الوطني، روح انضباط عالية، درجة تكوينهم عالية، رجال نخبة بامتياز بمعنويات عالية، كلهم حيوية ونشاط، استعداد وإقدام. مهمتهم مكافحة بقايا الإرهاب، الجريمة المنظمة واللصوصية، محاربة الإجرام العنيف، تحرير الرهائن والحماية والمرافقة. أمامكم الآن أيها الحضور نخبة الشرطة الجزائرية، تدريبهم عالي المستوى، مجهزون بتجهيزات خاصة، جاهزيتهم عالية. إنهم رجال جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، يحاربون كل أشكال الجريمة الخطيرة والمعقدة، مثل احتجاز الرهائن، اختطاف الطائرات، مكافحة بقايا الإرهاب، التدخل عند حدوث مساس خطير بالنظام العام. يقدمون المساهمة العملياتية للمصالح المكلفة بالوقاية وقمع الجريمة المنظمة، مستعدون للعمل في كل الظروف في حدود الاختصاص الإقليمي للأمن الوطني. خلصنا مع بعض الفيديو العريق، بس بجد حابة ندعي لشهدائنا الأبرار المليون ونصف شهيد جزائري. الشهداء طبعا خلقوا فينا روح الحرية والجهاد، فطبعا نترحم عليهم في كل وقت وندعي لهم طبعا ان يسكنهم فسيح جناته مع الأبرار والصديقين والشهداء إن شاء الله بإذن الله. وكده طبعا عايزة أقول لكم إن ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظ الجزائر وجيش الجزائر وشعب الجزائر الطيب المحترم. يا رب يحفظكم جميعا ويكتب لكم الخير دايما وينصر بلادنا العربية، اللهم آمين يا رب العالمين. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.